بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، موضوع هذه الخطبة في هذا اليوم المبارك هو عن التقوى وثماره. إن التقوى شأنه عظيم وعواقبه عظيمة، كيف لا، وهو وصية الله للأولين والآخرين. التقوى وصية الله للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وقد جاءت الآيات الكثيرة الآمرة تأمر المسلمين وتأمر العباد بأن يتقوا الله عز وجل، فتجد أغلب الآيات وأكثر الآيات قبل أن تأمر المسلم بأمر تأمره أولا بتقوى الله. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فبدأ بالتقوى. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وهكذا، فالتقوى كما عرفه كثير من العلماء هو أن تعمل بطاعة الله عز وجل، أن تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله، ترجو ثواب الله طمعا فيما عند الله، وأن تجتنب المعاصي، أن تجتنب الوقوع في المعاصي على نور من الله، يعني على بصيرة من الله، تخاف عقاب الله، تخشى عقاب الله. وكما عرفه الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هو الخوف من الجليل، هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، أي العمل بالقرآن والسنة والاستعداد ليوم الرحيل. ومما يعرف به التقوى
هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها المسلمون، إن التقوى هو ميزان التفاضل بين الناس. إن التقوى هو من يفضل هذا على هذا. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الميزان بين الناس ليس ميزان المال، ليس الغني أفضل من الفقير، وليس الجمال، وليس الحسب، وليس النسب، وليست العشيرة، لا، إنما ميزان التفاضل عند الله هو تقوى الله. فالذي يتقي الله عز وجل هو أفضل من صاحب المال، من صاحب الجاه والسلطان. تقوى الله عز وجل. أيها المسلمون، إن للتقوى ثمار عديدة وفوائد جليلة، منها أولاً تفريج الكروب ومغفرة السيئات. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل مصيبة، من كل بلاء يجعل الله له مخرجا، لأنه ملأ قلبه بتقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالتقوى سبب للرزق، سبب لأن يرزقك الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، إن من ثمار التقوى أن الله عز وجل يجعل العاقبة للمتقين. العاقبة للمتقين. قال الله عز وجل: والعاقبة للتقوى والعاقبة للمتقين. فمهما نزلت بالمسلمين من بلايا ومن فتن ومن حروب فإن العاقبة للمتقين منهم. نعم، المسلم مهما نزلت به المصائب وهو على تقوى من الله عز وجل فإن العاقبة له. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ابتلي في مكة، ابتلي من قومه، آذوه وضربوه وضربوا أصحابه وآذوهم وعذبوهم، لكنهم تسلحوا بالتقوى وبالصبر، فجعل الله العاقبة لهم فنصرهم الله عز وجل على المشركين. نصرهم الله عز وجل في معركة بدر الكبرى نصرا عزيزا مؤزرا، وجعل العاقبة لهم، وانتشر الإسلام في كل ربوع العالم، فجعل الله العاقبة للتقوى. وهكذا نبي الله نوح كم صبر على قومه وأذاهم، دعاهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهم يقابلونه بالتكذيب والعناد والطغيان والشتم والسب والسخرية، ومع ذلك جعل الله العاقبة له ولمن آمن معه. قال الله عز وجل: والعاقبة للمتقين. أيها المسلمون، جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم نفر 3 من بني إسرائيل آواهم المطر إلى غار. آواهم
يعني كانوا يمشون في جبل فنزل عليهم المطر فآواهم هذا المطر إلى المبيت في غار، فدخلوا هذا الغار، فدخلوا الغار، فلما دخلوه انغلق عليهم الغار، يعني نزلت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم الغار فأصبحوا محبوسين. فقالوا إنه لن ينجيكم من هذا الكرب إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم، إلا أن تدعوا الله بخالص أعمالكم. فقال الأول: اللهم إنه كان لي أبوين كبيرين وكنت لا أوثر عليهم أحدا، لا أوثر عليهم أحدا. فذات يوم كنت في المزرعة فتأخرت عليهم فجئت وقد ناما، وكنت أسقيهم اللبن قبل أن يناموا، فناما. قال: فوقفت عليهما أنتظر أن يفيقوا من نومهم، والصبيان أي وصبيانه يتضاورون ويبكون تحت قدمه وهو لا يطعمهم ولا يسقيهم قبل أن يسقي أبويه. قال: فاستيقظا قبل طلوع الفجر، انتظرهم الليل كله. قال: فلما فاقوا شربوا غبوقهما أي لبنهما. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما فيه، فافرج عنا أو ففرج عنا ما نحن فيه. قال: فانفرجت عنهم الصخرة لكنهم لا يستطيعون الخروج. فقال الثاني: اللهم إنه كان لي ابنة عم وكنت أحبها كما يحب الرجال النساء. قال: وإني طلبتها لحاجتها فرفضت، كانت متزوجة. ثم إنه ألم بها حاجة، يعني جاءها حاجة تريد المال، ألمت بها فاقة، فجاءت تريد مني أن أعطيها مالا، فأبيت إلا أن تمكنني من نفسها فوافقت. فلما كنت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فقمت وتركت المال معها. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة فرأوا الشمس إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. ثم قال الثالث: اللهم إنه كان لي أجراء، يعني يعملون في المزرعة، فأعطيت كل أجير أجرته إلا واحد رفض أن يأخذ أجرته كأنه استصغر هذه الأجرة. قال: فنميتها له وكبرتها له. فجاء يوما من الأيام فقال: يا فلان أعطني حقي. فقلت له: انظر إلى هذا الوادي من الإبل ومن البقر ومن الغنم. قال: نعم. قال: كله لك. قال: اتق الله، أعطني حقي ولا تهزأ بي. قال: لا أهزأ بك. قال: فساقه كله ولم يبق شيئا. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت عنهم الصخرة وخرجوا يمشون. انظر، لما أخلصوا العبادة لله عز وجل واتقوا الله في هذه الأعمال فرج الله عنهم ما هم فيه. نعم أيها المسلمون، تقوى الله لا بد منه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فتقوى الله سبب لتكفير السيئات. تقوى الله يجعلك تفرق بين الحق والباطل،
نعم، تقوى الله سبب لدخولك الجنة ونجاتك من النار. تقوى الله سبب لدخولك الجنة ونجاتك من النار. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المسلمون، إن التقوى يميز ويفضل العبد على السيد. فهذا بلال بن رباح عبد حبشي اعتقه أبو بكر، أسلم في أول الأمر، فكانوا يعذبونه قريش، فصبر واحتسب حتى نجاه الله من الكفار ورفعه الله، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى قرعا عليه في الجنة. هذا العبد لما اتقى الله عز وجل رفعه الله عز وجل. وهكذا أبو جهل سيد من سادات قريش، من كبراء قريش، من أعظم رجالات قريش، لكنه لما كفر بالله عز وجل واتبع هواه وضعه الله. نعم، التقوى هو ميزان التفاضل، يرفع العبد ويوضع السيد. نعم، وهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رجل نحيف رقيق، لكنه في الإسلام عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من دقة ساق عبد الله بن مسعود؟ فوالله إنهما في الميزان لأثقل من جبل أحد. نعم، بتقوى الله عز وجل يعلو المسلم عند ربه. أيها المسلمون، ومن ثمار المتقين الفوز بالجنة والنجاة من النار. الفوز بالجنة والنجاة من النار. كم من الآيات التي تمدح المتقين وتأتي في مدح المتقين. قال الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون. المتقين في جنات وعيون. وقال الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونعيم. وقال الله عز وجل: إن المتقين في مقام أمين. وقال الله عز وجل: إن المتقين في ظلال وعيون، ظل يظلهم الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. وفي الحديث: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. دعته امرأة ذات منصب وجمال. قال العلماء: المنصب ماذا يحميه من ماذا؟ من أن يمسه الناس بسوء. منصبها يحميه، فإذا وقع الفاحشة منه فبمنصبها بين الناس ستحميه من أن يقيموا عليه الحد. الجمال يغري الإنسان إلى أن يقع في المعصية، ولكنه اتقى الله عز وجل. دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، فجازاه الله عز وجل بأن أظله في ظله
يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. وهكذا قال الله عز وجل: إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ وقال الله عز وجل: إن للمتقين مفازا، إن للمتقين مفازا. نعم أيها المسلمون، فالتقوى أجره عظيم، أجره عظيم. فيا أيها المسلم، اتق الله في أعمالك، تقرب إلى الله بالتقوى، أطع ربك، أطع ربك بتقواه، اعمل العمل وأنت طامع في جنة الله عز وجل، وخائف من عذابه، وخائف من ناره، ليكن التقوى هو من أولوياتك في أعمالك الصالحة. اتق الله عز وجل. وهكذا يا من تسجدون وتعبدون وتطوفون حول القبور، اتقوا الله، اتقوا الله في هذا، فإن هذا سيوردكم المهالك وسيوردكم العذاب. اتقوا الله عز وجل، وحدوا الله عز وجل. يا من تظن أن الميت الفلاني أو صاحب القبر الفلاني يضر أو ينفع، اتق الله، اتق الله، فالله عز وجل هو الضار وهو النافع وهو المحيي وهو المميت وهو الرازق. اتق الله عز وجل، تقرب إلى الله عز وجل وحده بالعبادة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه وإفضاله أن يجعلنا وإياكم من المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كبيرها وصغيرها. اللهم احفظ الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين، اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في غزة وفي فلسطين، اللهم كن لهم خير ناصر وخير معين. اللهم أهلك اليهود المعتدين. اللهم أرح الإسلام منهم ومن فتنهم، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.